السلام عليكم. يعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فلقد اصطفاهم الله تعالى ليكونوا أصحاب نبيه عليه السلام ومؤيديه ومعينيه لينشر دعوته الإسلامية، وكانوا كما أرادهم الله تعالى مخلصين مؤمنين ومتفانين في نشر الدعوة والجهاد في سبيلها، حتى أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإذا عرف المسلم حب الله تعالى لهؤلاء الثلة المؤمنة وعلم فضلهم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امتدحهم، فقد لازمه حبهم والتأدب في الحديث عنهم والرغبة في معرفة سيرهم لفضلها وعظيم الدروس والعبر فيها. ومن بين هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة نبيه بلال بن رباح، فلنتابع معا قصة هذا الصحابي الجليل الذي عانى الأمرين قبل دخوله الإسلام، ولماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وأين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بجديدنا دائما. بلال بن رباح الحبشي التيمي من أجلاء الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عليهما. أصله من الحبشة، وكان من رقيق قريش في الجاهلية، وأمه اسمها حمامة، وكانت مولاة لبني جمح. ولد في مكة المكرمة واعتنق الإسلام قديما، واشتهر في كتب السيرة النبوية والتاريخ بكونه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، بعد أن أعتقه أبو بكر الصديق وأصبح خازنا له. وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو عمرو أو أبو عبد الله أو أبو عبد الكريم. قصة إسلام بلال بن رباح. كان بلال قبل الإسلام عبدا مملوكا يرعى الغنم لعبد الله بن جدعان، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار مع أبي بكر الصديق، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه اللبن كي يشرب، فقال بلال: ما لي إلا شاة منها قوتي، فإن شئتما أثرتكما بلبنها اليوم. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فحلب منها اللبن وشرب حتى شبع، ثم فعل ذلك لأبي بكر ثم بلال وسط دهشة بلال مما يرى من معجزة. ثم عرض رسول الله تعالى على بلال فأسلم، وكتم إسلامه عن القوم، وأخذ لمدة 3 أيام في التردد على الغار يتعلم الدين من نبي الإسلام. لما علمت قريش بإسلام بلال فأنزلت عليه ضروبا من العذاب ما لا حصر لها، كونه من المستضعفين وهو ثابت على دينه لا يقول إلا أحد أحد. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض له بلال من العذاب، فقال: لو كان عندنا شيء لابتعنا بلالا من سيده أمية بن خلف. فعلم أبو بكر رضي الله عنه بمقولة الرسول فاشتراه من أمية بن خلف ب5 أو 7 أواق من الذهب ثم اعتقه. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. كان لبلال منزلة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كافة الصحابة، فهو أول من أذن إلى الصلاة، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد المؤذنين، وامتنع عن الأذان بعد وفاة الرسول إلا مرة واحدة زار فيها المدينة وأذن بالناس، فأبكى أهل المدينة جميعا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وقد كان خازنا لرسول الله، كما أنه من أوائل المجاهدين في سبيل الله، وشهد مع الرسول كافة غزواته، وكان له دورا تحريضيا يوم بدر في مقتل أمية بن خلف. كان أول من أظهر إسلامه 7، ورسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوا أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وآتاهم ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه وجعلوه يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بصخرة عظيمة على ظهره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، فيقول وهو في ذلك أحد أحد.
تربى بلال وتعلم في مدرسة النبوة ورافق النبي كثيرا، مما كان له الأثر الكبير في شخصيته. ولقد اكتشف النبي موهبته ومهاراته في صوته الندي وأمره أن يؤذن، فكان أول مؤذن في الإسلام. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض بلال بن رباح بأن يؤذن لأحد من بعده، وفعلا لم يؤذن إلا مرة واحدة فقط بعد أن نشدوه الصحابة بفعل ذلك، فأذن إلى أن وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، فبدأ بالبكاء ولم يقدر أن يكمل الأذان، وذهب بلال إلى أبي بكر الصديق كي يسمح له بأن يشارك في الفتوحات الإسلامية، غير أن أبي بكر رفض ذلك بسبب كبر سنه، وبقي عند أبي بكر إلى أن وافته المنية. وبعد ذلك ذهب إلى عمر بن الخطاب ليشارك في الفتوحات الإسلامية، فرفض عمر وألح بلال عليه ثم سمح له بذلك. توفي بلال بن رباح في بلاد الشام، وعلى وجه التحديد في دمشق، وقيل إنه مات في طاعون عمواس، وقيل إنه مات في حلب، ولكن الاحتمال الأكبر أنه توفي في دمشق. تزوج بلال بن رباح هالة بنت عوف شقيقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وتوفي دون أن يرزق بأي أبناء منها. حينما جاء الموت بلالا قالت له زوجته وأحزنا، فكشف بلال الغطاء على وجهه وهو في سكرات الموت، وقال بلال لا تقولي وأحزنا وقولي وفرجا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. توفي بلال بن رباح في بلاد الشام، وتم دفنه في دمشق كما أراد في سنة 20 للهجرة، ويوجد مقام له في قرية بلال في العاصمة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.